الزمالك منين؟ وعملت الانشاء ده منين؟ لما ممدوح عباس حاجز على فلوسك؟ مش عارف بس انا عملته ده. مرتضى دفع الفلوس من جيبه. مرتضى منصور دفع الفلوس من جيبه. وفي الاخر عملت نادي الزمالك. ماشي؟ ايه فين الفلوس؟ فين الفلوس؟ عباس يا راجل احنا تعبنا من عباس. والله انا لو ليا واحد صاحبي اسمه عباس هقتله بسببك. احنا خلاص ما تقعدش تستخف بعقول جمهور نادي الزمالك. عباس دي احنا عرفنا ان ممدوح عباس والعتال وسليمان والدنيا ديت بقت لعبه بقى، بس لعبه بقت قديمه بقى سياده المستشار. لعبه بقت قديمه قوي اتحفظت والناس كلها عرفتها. خلاص ارحم جمهور نادي الزمالك. امشي مرتضى منصور امشي. هيجي العتال يمسك نادي الزمالك؟ يجي يا عم طالما هيعمل طفره في نادي الزمالك ويجيب لعيبه صح ويجيب مدير فني صح ويجيب لعيبه تستاهل الجنيه صح ويخلي نادي الزمالك ينافس في افريقيا صح، ونادي الزمالك يبقى اللعيبه الطايره اللي هم بيلعبوا في الكره الطايره يبقوا لعيبه وما يسيبوش النادي عشان خاطر ابنك احمد مرتضى عامل معهم مشاكل، ويقوم بنادي الزمالك صح. ما يجي يا عم. هو احنا كنا نعرفك يا مرتضى لما انت جيت وعملت الطفره؟ يا عم شكرا يا عم، خد بعضك وامشي. انت تقعد تذل فينا؟ هتقعد تذل في جمهور نادي الزمالك يا عم؟ ما تاخد بعضك وتمشي يا عم مرتضى. انت وابنك والحاشيه اللي معاك دي امشوا بقى. وجمهور نادي الزمالك انتوا ايه خايفين من ايه؟ هنقع سنه؟ طب ما احنا خلاص اهو. جمهور نادي الزمالك انتوا خايفين من ايه؟ خلاص اهو نادي الزمالك وقع اهو، خرج من بطوله افريقيا ودلوقتي في المركز الخامس. ما انا ما اعرفش بقى هل اخر السنه ديت بقى هخش المركز في المربع الذهبي وهعرف على الاقل العب في الكونفدراليه، ولا هفضل في الخامس؟ الله، ما حاجه بالعقل. امشي يا عم امشي. فين مجلس؟ فين الجمعيه العموميه؟ انتوا قاعدين على الكراسي بتاعتكم نايمين في ميه البطيخ. انتوا بتاكلوا ايه؟ انتوا نايمين في ميه البطيخ. ارحمونا. انتوا وجودكم في الزمالك بتعملوا ايه يا جماعه؟ يا جماعه نادي الزمالك معمول للكره ومعمول لجماهيره، مش معمول لمرتضى منصور واشخاص بعينها جايه كل اللي عليها ان هي جايه اسمها ان هي رئيسه نادي الزمالك. كل من هو يمسك نادي الزمالك او نادي اهلي اسمه في مصر بيبقى في العالم، بيبقى له قيمه. مرتضى منصور انت انتهيت في الساحه القضائيه. دلوقتي اللي يقول لي لا مرتضى منصور ما انتهاش في الساحه القضائيه، احب اقول لك تعالى مرتضى ايه ما انتهاش في الايه في الساحه القضائيه؟ اصغر مؤلف قانون مرتضى منصور مش عارف ايه؟ ازاي؟ امال قضيه كهرباء فين؟ كهرباء فاكرين كهرباء؟ كهرباء لا ده هو الفيفا وقفاه وهو ماتشين ويلعب قصاد نادي الزمالك وبعد كده يتوقف. لا ده لعب قصاد نادي الزمالك وما توقفش، ولعب قصاد ريال مدريد وكان موجود وبس بيقولوا ان هو طلع تمام. لعب قصاد سان داونز لعب، ولعب قصاد الهلال، ولعب قصاد القطن. جاب سوبر هاتريك ولا هاتريك كهرباء. الله، هو كهرباء بيجيب وهو في السجن وبيتحسب له في النادي الاهلي ولا ايه؟ يا جماعه مرتضى منصور بقى مفلس اداريا وقضائيا هو وابنه. خلاص يا جماعه اللي يمشي طالبوا بمشيانه. انتوا خايفين من ايه؟ النادي هيتهد. ما هيتهد وهيقوم، والله هيقوم تاني. جه العتال، جه سليمان، جه الجن الازرق. على الاقل نادي الزمالك هيبقى له قومه، هينافس، هيبقى في تغيير دم. الناس هتيجي هتعرف تحافظ على الجنيه، مش ان هي تتربح وان هي تعمل سمساره. لاعب انا اسمه سامسون 150 متر، قصدي 150 سنتي. يا جماعه عمركم شفتوا لعيب اسمه سامسون وكمان مهاجم راس حربة نادي الزمالك ب 150 سنتي؟ يا جماعه بطلوا بقى استفزاز واستهبال بقى. بطلوا استخفاف بعقول بقى جمهور نادي الزمالك بقى.
على العموم انا معلش بس ان انا طولت عليكم في الفيديو ده، وان شاء الله اللي جاي اقوى من اللي بيتقال. انا عن نفسي يعني طالع بس ان انا اتكلم كده على احوال الرياضه واحوال الكره في مصر. ومع ذلك بس في نقطه، خلي بالكم عشان بعدها كام يوم فعل الجرس اللي بتتفرج عليا، انزل كده دوس لايك كده واشترك وفعل الجرس كده. احنا بنقدم محتوى. فدلوقتي انت اللي بتقول دلوقتي ان كلها كام يوم على 26 يوم مارس اللي جاي ملاوي ومصر، ده فضيحة ويا خوفي نخسر. على العموم استنوا الفيديو الجاي، هيبقى فيه كلام اكتر واكتر عن الاحوال في الكرة المصرية والاحوال في الشارع الرياضي، في حاجات كده ربنا يطلعنا منها على خير. يلا مع السلامة. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوس لايك ويا ريت كومنت كده حلو صغير كده عشان خاطر اخوكم يعني. يلا مع السلامة.